كنت اول مره في حياتي وحضرتك ما طلبتهمش. وفي فيديو هوري لك حضرتك تاني هو كان بيحرك ايديه ورجليه اللي حضرتك طلبتهم. هو عنده كام سنة؟ 17. يا صلاة، لا كانش بقى هتحرك ولا أي حاجة؟ لا لا ما كانش فيه تحريك وخراطيم تشفيط عايز العربية فين بقى؟ هو كان بالرابتور بتاعه راكب رابتور وده هو اللي بعته لحضرتك. ده ممكن تكون عشان ما شاء الله الحاله اتحسنت. احنا بقالنا بتاع أيوة، أصل الوضع كده 3 اسابيع مش أيوة، مش 3 سنين يعني ولا ما هو فالوضع ده يعني الوضع ده سيء جدا احنا لما لما اجي قبلها اقارن بيوم قبل ما تجيلي بيوم كده ما انا الوضع ده وجثه ومستشفى والكلام ده عشان نكون صراحه يعني في 3 اسابيع لا انا هصدق ولا حد هيصدق. تنفيذ الاوامر مش موجود لا اصلا. ايوه ما كانش فيه ما فيه دروك كان غايب ما كانش فيه الاقرار سلم مش الدرجه الصغيره ديت يعني ما كانش السن يعني وراسه كانت نايمه. ايوه انا طبعا عامل كده لا لما دخل حضرتك عامل كده ده شو بتحكم في شكرا. انت كنت سايق بقى ولا كنت هو اللي كان سابق. فاكر حضرتك افكرك لما قلنا لك هو كان راكب البيتش باجي بتاعه وفادي حاجه ووقع كده على دماغه لما قلت ازاي يعني كنت مستعجب من الحادثه نفسها اللي تعمل الحوار ده كله؟ انا انا كنت عمال اذكر حضرتك. انت كده احسن؟ الحمد لله قول الحمد لله. يا رب. يمكن حضرتك ما خدتش بالك منه لا، لسه بقى. ساعتها. لا مش طب قول كده، بص. الله قول يا رب. افتح بقى الله وبيحرك رجله. طب عاوزين بقى ده في 3 اسابيع صح كده؟ في 3 اسابيع الحمد لله. طيب عاوزين يمشي. يلا لف كده اسم على الحيطه زي ما بنعمل في الجيم. يلا اقف. اعمل نفسك. انا جنب اليمين هضغط هو لسه كان جنب الشمال. بص يا دكتور يعملوا بقى التمرين اللي هو بيثبت دي وخليه زي ما انت قلت. ارفع رجلك كده. ارفع رجلك. كذا حاجه. بيرفع اليمين بس بعد السيل الاول. ارفع رجلك كده. ارفع دي. انقل رجلك حمل على واحده وانقل الثانيه. يعني نقول مثلا سنه ماشي كانت 3 اسابيع. هتخش طب الكهرباء في تشنجات؟ لا لما كان الاول كان في بعد العلاج كان في تشنجات. يعني الاول كان في تشنجات اول الموضوع كان في تشنجات وعملت كهرباء زياده والحاجات دي. الكلام ده طبعا من كام شهر. لكن دلوقتي تمام. طيب اهلا بكم. الفيديو اللي فات انتوا لاحظتوا فيه ان ده كان شاب داخل في حادثه كبيره، حصل معاه غيبوبه، ما كانش بيقعد ولا بيتحرك ولا اي شيء، ودخل الرعايه المركزه، وحتى التنفس كان عنده في مشكله، حصل عامل له حنجري، وكان عنده ريل. في الفيديو هتلاحظوا ان في صورة وانا ماسك الموبايل باين فيها وظاهر جدا الحالة اللي كان فيها. بعد العلاج بمراحل بسيطة بدأ ينتبه وبدأ يجلس على كرسي متحرك. هنعرض لكم بقى التقدم والتطور مع الفترة في الفيديو ده بعد الفويس اللي انا بتكلم معاكم فيه، انه بدأ يقف وبدأ يمشي. وخلي بالكم ما كانش فيه كلام نهائي، هتشوفوا المفاجأة. يعني دي مراحل علاجية مختلفة، هتلاقوه بدأ يقف ويمشي لوحده. حتى في الفيديو اللي فات كان واقف ومعاه ساندينه كده بالعافية. بصوا وشوفوا المفاجأة معانا. انت اسمك ايه؟ صلاح؟ اسمك صلاح؟ يعني ما تغيرش. صلاح ايه بقى؟ انت كنت الاول بتمشي؟ لا مش بتمشي؟ فاكر لما كنت داخل؟ لا الاول خلاص كان في الرعايه المركزه. لا استنى اتأنى. طب خش ادخل على جوه. صلاح كان الاول في الرعايه المركزه وكان بخراطيم باين افتكر صح؟ وبعدين جيت بكرسي متحرك. يا دكتور هو حضرتك منتظم صغير؟ ده منتظم صغير صح. ليه بقى؟ يعني انت دلوقتي لو ابنك لسه مصبوط، لو كنت لفيت الكره الارضيه وما تعالجش كنت جيت قلت لي اللي انت عاوزه. هي طبعا يا دكتور بص هو طبعا حضرتك ممكن يكون سبب من اسباب كل حاجه. انا ما عنديش مشكله. انا دلوقتي بصور، هصورك بعملها. لا خلاص لا. طيب بصوا يا جماعه في التصوير ما تجيبش الجماعه. هنا في التصوير كان المفروض احنا نزلنا الاستاذ قبل كده والجماعه عاوزين بقى خلاص اخر الفيديو، بس احنا بننزله يعني بعد تفاوض عشان بس نثبت ان الحاله بتتحسن. هي الفكره في النقطه دي ان الحاله مفيش حاجه اسمها مفيش امل. في امل ولا مفيش امل؟ في امل. اسمع طب يلا نروح بقى عند الفيديو. كان رعايه مركزه
بعد تاني روشيتا جه على كرسي تقريبا. شقه حنجري. انا عن نفسي مش مصدق ان هو جه كده على فكره. وفي شقه حنجري مكانه اهو. وكان في شقه حنجري بص في صدره. والمره اللي فاتت كان واقف على نفس المكان والله انا ما بفتكر حالات، ما بفتكرش ده بالذات معلق معايا. فعذرا بقى لان هو الجماعه ما كانوش عاوزين تصوير واحنا قلنا عشان نثبت بس نجاح. بس كفايه.